بما انه الحمام ما زال يطبخ راح اسوي معاكم طريقة طحينية بالبيت، ما يحتاج تشترونها من برا. اول حاجة هذه الطحينية عندنا، بعدين نضيف عدد 2 غطا خل، بعدين نضيف ليمون فريش حبة كاملة، ملح فلفل اسود، ونخلط بهالشكل. طبعا نسيت اقول لكم هذه المويه راح نضيفها شوي شوي، لان الان الطحينيه راح تثقل معنا من الخل. بما انه والان راح اسوي معكم الملوخيه. خطواتها: اول حاجه نحط شوي بصل، شايفين البصل كيف مهروس بهالطريقة، وبعدين نضيف شوية ثوم مهروس ونقلبهم لين بس تطلع الريحة. شايفين؟ نستمر بالتحريك بهالشكل. أهم شيء لا تغلي ولا تغطون عليها عشان ما تسود، وكل شوي زودوا مويه حسب ما تبونها، ثقيله خفيفه، والافضل انها تكون وسط، يعني لا هي ثقيله ولا خفيفه. اهم شيء تستمرون بالتقليب، والنار ما تكون عاليه، لا تفور الملوخيه عشان تطلع معكم نتيجه ممتازه. شايف؟ شوفوا بالله يا جماعه، الان جاهزه الملوخيه معنا. شوفوا كيف خضراء، شايفين؟ تبارك الرحمن. هذه الملوخيه على الطريقه المصريه ولا بلاش، يا اما كذا الملوخيه يا اما بلاها. الان راح نقلي الحمام المحشي بعد ما سلقناه. بهالطريقه نصفهم كذا على كل وجه تقريبا 4 إلى 5 دقائق ان شاء الله. شايفين كيف متماسكين ووضعهم تمام، تبارك الرحمن. وهذا الان طشت الملوخيه، ما يتغير اللون بس الريحه تطلع. بعدين نحط كزبره المطحونه ضروريه. وهذا الان هذه ملوخيتنا جاهزه تبارك الرحمن. وهنا الرز المصري فوق الحشوه المصريه، وهذا الحمام المحشي بالفريك وبالرز تبارك الرحمن. وعلينا وعليكم بألف عافية. يا جماعة كيف الطبخ اليوم؟ لا تقولون بعد مو بفنان على قولة الإماراتي. أتمنى أنكم استفدتوا جميعا، وعليكم بألف عافية يا رب. مع الخيال ألقاك كني لقيتك، من صعب وصلك ما تهنيت بأحلام، لا جابتك فزيت شوق ونحيتك. وش حابين نطبخ طبخة ومن أي مطبخ نجربها بإذن الله. قسما بالله العظيم أنه من قال هذا الدعاء صادقا من قلبه مريدا للحق فإن الله تبارك وتعالى سيهديه. وليقل كل واحد منا بعد أن يغتسل ويصلي لله ركعتين ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.